السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من قناة زملكاوي حور. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا في أفضل صحة وأحسن حال. في الحلقة دي هنتكلم عن أخبار نادي الزمالك وعلى كل ما يدور داخل جدران نادي الزمالك. الأخبار الجديدة اللي منتشرة عبر السوشيال ميديا. طبعا الإعلام مسلط الضوء على الأخبار اللي هي بتحاول تزعزع استقرار نادي الزمالك ولاعيبة نادي الزمالك، وبعد الاضواء عن الجوائز اللي خدها فريق نادي الزمالك، سواء كان احسن لاعب او احسن لاعب ناشئ او احسن نادي او احسن مدرب او احسن مدير كوره اللي حصل عليها نادي الزمالك كامله. هقول لك حقيقه تفاوض الاهلي مع امام عاشور، الخبر اللي منتشر على مواقع الاهلي، وكمان هقول لك على صفقه الزمالك الجديده اللي في الانتقالات الشتويه اللي بعض الناس بتقول مش تعتبر صفقه جديده وبعض الناس بتقول لا دي صفقه جديده. انا هوضح لك كل حاجه وكل واحد وله وجهه نظر، ولكن قبل ما نبدا بطلب من اخواتي الزملكاويه طبعا فضلا وليس امرا يدعمونا بلايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الزملكاويه. ويلا بينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الخلق اجمعين. انا هبدا الاول بس معاكم بخبر امام عاشور ان الاهلي بيتفاوض معاه. في خبر انتشر ان الاهلي بيتفاوض مع امام عاشور، وان امام عاشور احتمال بنسبه كبيره في الانتقالات الشتويه او الموسم الجديد هيكون متواجد داخل جدران الاهلي. عاوز اقول لكم حاجه يا جماعه، امام عاشور اولا زملكاوي يمكن اكتر مني ومنك واكتر من اي حد، عيلته كلها زملكاويه. امام عاشور شاف ياما وكتير على ايد الاهلي وعلى ايد جمهور الاهلي، زائد بقى كمان خد عندك ان امام عاشور لسه فاضل له موسمين مع نادي الزمالك، وامام عاشور متمسك بنادي الزمالك. طلع امام عاشور على حسابه الشخص وقال انا متواجد داخل الزمالك ومفيش اي كلام من ده. قلت قبل كده لو تراجعوا الفيديوهاتي ان الاهلي كان او الصفحات او المواقع اللي هي منتميه للاهلي كانت بتحاول تعمل ضغط على نادي الزمالك، ان اشرف بن شرقي راح الاهلي، ان زيزو راح الاهلي، ان ساسي راح الاهلي. كنت بطلع ارد واقول كل دي اشاعات عشان خاطر يعملوا فتنه ويعملوا زعزعه داخل استقرار نادي الزمالك، ويعملوا فتنه ما بين الجمهور الزملكاوي وما بين اللعيبه دي. ويمكن من كام يوم طلعت وقلت برضو انه خدوا بالكم نفس الحرب النفسيه اللي كانت بتتعمل على نادي الزمالك الموسم اللي فات هتتعمل دلوقتي. ما عندكش غير زيزو وامام عاشور هيلعبوا عليك على النقطه دي. وبالفعل الناس ما كدبوش خبر، وطلعت الاخبار ان الاهلي بيتفاوض مع امام عاشور وامام عاشور مرحب. طبعا كل ده كلام ملوش 3000 لازمه، وانا احب اوجه رساله للناس اللي هي بتقول الاخبار دي وبتطلع تقول الكلام ده، اتقوا الله شويه، ما تلعبوش بعقول الناس وتستهتروا بعقول الناس. ندخل بقى على قصه الاباتشي شيكابالا ابو ادم، وخوضوا لتجربه جديده ومهنه جديده، مهنه التمثيل. وبعد منها هقول لك على الصفقه الجديده اللي عامله جدل داخل الشارع الزملكاوي. بس ابو الصحاب لو كنت نسيت تعمل لايك انزل اعمل لايك دلوقتي وانت بتسمع. بص يا سيدي، في صوره انتشرت على الميديا للمخرج عمرو سلامه ولكابتن نادي الزمالك شيكابالا. طلعت بقى بعض الصفحات وطلع بعض الاعلام قال لك ان شيكابالا هيخوض تجربه جديده، تجربه التمثيل، خصوصا بعد ظهور صورة المخرج عمرو سلامة معاه. وطلع المخرج عمرو سلامة وقال ان كل الكلام ده ملوش اي اساس من الصحة، كل الموضوع ان شيكابالا له صديق داخل فريق العمل اللي هم شغالين في فيلم شماريخ، الفيلم اللي هو بيتعمل جديد. انا زي الناس فوجئت بوجود شيكابالا داخل اللوكيشن، وبما ان انا زملكاوي وزملكاوي صميم، وبما ان شيكابالا هو لاعبي المفضل، طلبت ان اخد صوره معاه ونشرتها. لكن انا احب اقول للناس شيكا يمثل، شيكا يشتغل دكتور، شيكا يشتغل مهندس، شيكا يشتغل اي حاجه هتليق على شيكابالا، واحنا كجمهور نادي الزمالك ورا شيكابالا وداعمين للاسطوره المصريه التي لن تتكرر. ندخل بقى على الموضوع الثالث وهو صفقه الزمالك الجديده. فيريرا طلب من إدارة نادي الزمالك إنه هو عاوز يتعاقد مع لاعب في خط الدفاع، نظرا طبعا لإصابة الونش ربنا يشفيه. كلنا طبعا عارفين محمود شبانة اللي الزمالك تعاقد معاه وجابه، ولسوء الحظ بسبب إيقاف القيد تعذر قيد محمود شبانة مع نادي الزمالك، وبناء عليه نادي الزمالك خرجه إعارة
لنادي الاتحاد السكندري. وبداية من الموسم ده نادي الزمالك خرجوا اعاره لسموحه. فيريرا بقى طلب محمود شبانه بالاسم ان هو يكون متواجد لتدعيم خط دفاع نادي الزمالك. في بقى هنا جدل واختلاف ما بين الزملكاويه، ناس بتقول ان دي مش هتبقى صفقه جديده لنادي الزمالك لان شبانه اساسا كان في الزمالك، وناس بتقول لا دي صفقه جديده. الاجابه اللي انا اقولها لك هنا من قناه زملكاوي حر ان فعلا دي تعتبر صفقه جديده، نظرا لان شبانه ما لعبش ولا مباراه بتشيرت نادي الزمالك قدام جمهور نادي الزمالك، وفي حين ان استقر نادي الزمالك على عوده شبانه خلال الانتقالات الشتويه في يناير او بدايه من الموسم الجديد. انا بقول لك دي تبقى فعلا صفقه جديده، هيبقى اول ظهور لشبانه بتشيرت نادي الزمالك قدام الجمهور الزملكاوي. عاوز اقول لكم معلومه بس، في حين ان شبانه رجع لنادي الزمالك تاني هيكون على نادي الزمالك ان هو يدفع 1,000,000 جنيه. قيمه الشرط اللي محطوط في العقد الثلاثي ما بين الناديين نادي سموحه ونادي الزمالك وما بين اللاعب اللي هو محمود شبانه. ناس هتقول هل محمود شبانه ده هتبقى صفقه او اضافه قويه لنادي الزمالك؟ انا اقول لك ايوه، محمود شبانه هيكون اضافه لنادي الزمالك، هيدعم خط الدفاع، هتبقى قادر انك مدعم صفوف، مش هتنحط تحت اي ضغوط في حاله اصابه اي لاعب في خط الدفاع لا قدر الله. شفت يعني اصابه الونش مزعلان. اتمنى طبعا من كل الزملكاويه ان هم يشاركوني برايهم في التعليقات، والناس تقول هل فعلا صفقه شبانه هتكون مفيده لنادي الزمالك زي ما انا شايفها ولا لا. لو اول مره انك تشرفني في قناه زملكاوي حر، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا الفتره القادمه عن اخبار نادي الزمالك وكل ما يخص نادي الزمالك. وشكرا لكم.